عامل ايه يا معلم؟ إيه الاخبار؟ تعالى كل بسكوت. ليك وحشه والله. خلي بالك انا زعلان منك عشان انت مش بتدعمني وما شفتش اخر فيديو، بس مش مشكله، انا راجل جدع وهفضل انزل فيديوهات عادي. من حوالي اسبوع تقريبا وصل تحديث ال1 يو اي 6 لموبايلات سامسونج وتحديدا الاس 23 الترا، والحقيقه كميه التغييرات اللي اتعملت في التحديث ده والاضافات اللي اتضافت كتير قوي. النهارده هنشوف ايه اهم الاضافات والحاجات اللي ممكن تفرق فعلا في تجربه استخدامك عموما. قبل ما نبدا، لو مهتم بنوعيه المحتوى ده اعمل سبسكرايب عشان توصلك الفيديوهات الجديده، وعشان عايزين نوصل لل 50000 سبسكرايبر قبل اخر السنه ان شاء الله. اعمل لايك للفيديو ده علشان يوصل لناس اكتر ممكن تستفيد منه، وخلينا نبدا على طول. واول حاجه هتلاحظها في الواجهه الجديده هي الفونت. مبدئيا خط الجهاز شكله اتغير، حاجات بسيطة يعني مش نقطة كبيرة تاخد بالك منها، ولكن في تغيير بسيط حصل، ويعني أنا شايف إن هو شكله كده حلو، وفي الأول برضو كان حلو. تغيير بقى فعلا من التغييرات الكبيرة اللي حصلت في الواجهة الجديدة هي نوتيفيكيشن بانل. لما بتنزلها بتظهر لك عادي زي القديمة، أنت ممكن تقول إيه التغيير أو إيه الفرق، هتظهر لك زي ما هي، ولكن لو شديت مرة كمان هنا بيبان الفرق. شكل وترتيب الاختصارات اللي موجودة عندك اتغير تماما لما بتعمل اكسباند للنوتيفيكيشن بانل. اصبح موجود عندك هنا الاختصارات الاساسيه، واصبحت اقرب لايدك وانت ماسك الموبايل، وبتعرض لك برضو عدد اكبر. وزي ما انت شايف موجود عندك الدارك مود والاي كومفورت شيلد موجودين تحت مع الاضاءه، بحيث ان انت يكون قريب لايدك وانت بتغير، مش مضطر تسحب ايدك لاخر الشاشه. كمان موجود عندك هنا الديفايس كنترول، لو انت عندك اجهزه سمارت هوم او كده بتكون موجود عندك اختصار برضو ليها من نوتيفيكيشن بانل. تغيير كبير وهو ان انت لو ضغطت فضلت دايس على الواي فاي بيفتح لك هنا الصفحه بتاعت الواي فاي، موجود فيها الشبكات اللي موجوده عندك. مش مضطر زي الاول ان انت تخش على الاعدادات، الا لو انت دوست ديتيلز بقى عايز تخش على الاعدادات من جوه. نفس الكلام بالنسبه للبلوتوث، ممكن تغير او تشتغل على الاعدادات من عندك من هنا، او تغير الشبكات او الحاجات اللي انت موصل عليها من غير ما تخش جوه الاعدادات. حاجه جديده برضو انك لو عملت ايديت هنا هتخش هنا يظهر لك النوتيفيكيشن بانل، وهي معمول لها اكسباند او هي صغيره. ممكن تعدد الايقونات اللي بتكون موجوده قدامك اول ما بتعمل تنزلها من فوق عادي، اللي هم الكام ايقونه اللي تبقى موجوده عندك في الاول، تغيرهم براحتك زي ما انت عايز، وهم منفصلين تماما عن لما بتعمل لها اكسباند او بتفتحها للاخر. ممكن تعدلهم زي ما انت عايز من هنا. طبعا لو في حاجه مش موجوده بتكون موجوده تحت هنا، انت بتضيفها فوق، بس انا ضايف كل حاجه زي ما انت شايف. كمان عندك اوبشن جديد هنا لو فتحته بيظهر لك ان انت ممكن تخلي النوتيفيكيشن تعمل لها اكسبانشن او تعمل لها تتفتح للاخر بمجرد ما تشد من جهه اليمين. زي ما انت شايف كده، مجرد ما بشد من جهه اليمين بتتفتح للاخر، مش مضطر ان انا اشد مرتين زي ما بنعمل في العادي، لا، لو عملتها من جهه اليمين كده بتتفتح للاخر، ودي بتفرق مع ناس كتير، بس بصراحه انا مش حاببها. لو دخلنا على الاعدادات وبعد كده نزلنا اللوك سكرين، هنلاقي ان احنا اللي اوت بتاعت اللوك سكرين بقى فيها تعديلات اكتر نقدر نغير فيها. دلوقتي بقى موجود عندك ان انت ممكن تغير مكان الساعه زي ما انت حابب، تحطها في اي جنب انت عايزه في الشاشه، وهو في نفس الوقت بتعمل لها اوتوماتيك الاينمنت للخطوط او النوتيفيكيشن او التاريخ او الحاجات اللي موجوده فيها على حسب الجنب اللي انت حاططها فيه. كمان تقدر تغير حجمها، ودي حاجه قديمه موجوده من قبل كده. اتضاف عندك كذا خط جديد وكذا شكل جديد للويدجت بتاعت الساعه، بس تقريبا هو ده اكبر تغيير موجود في اللوك سكرين، يعني تقدر تعدل عليه. حاجه كمان جديده وعجبتني قوي بصراحه، وهي ان انا لو محتاج اغير مكان الايكونز، مش محتاج ان انا زي ما كنا بنعمل في الاول مضطر ان انت تسحب ايكون تاخدها معاك ترميها، وبعد كده ترجع تاخد الثانيه تاخدها معاك ترميها. لا، دلوقتي اصبح في طريقه اسهل بكتير، وهي ان انت ممكن تحدد الايكونز اللي انت عايز تغيرها وتعمل لها سيلكت، تحددها وتاخدها كلها مره واحده. مجرد ما بتدوس عليها كده دلوقتي انت ماسك الاثنين ايكونز اللي احنا كنا محددينهم. تقدر بقى بصبعك الثاني تتحرك في الهوم سكرين عادي زي ما انت شايف، تجيب الهوم بيج اللي انت عايز تحط فيها الايكونز، ومجرد ما بتسيبهم بيتحركوا زي ما انت كنت عايز تحركهم. الاضافه دي حلوه قوي، وفكره ان انت تستخدم صباعين في نفس الوقت على الشاشه، واحد عامل بيه هولد والتاني بيتحرك بيه، هي شايفها حلوه قوي، ليها افكار كتيره وهتشوفها قدام معانا في الفيديو. حاجه جديده اتضافت وهي الكاميرا ويدجت، وده اختصار ببساطه في الويدجتس. بتخش هنا بتعلق على الهوم سكرين عادي، بعد كده بتدوس على ويدجتس تحت بتنزل لحد كاميرا، وبعد كده بتدوس عليها هنا بيظهر لك الكاميرا ويدجت او حاجه اسمها كاستم كاميرا. بتدوس عليها بعد كده بتدوس اد، بيقول لك انت عايز تخصصها ازاي. هنا دلوقتي بيقول لك بتكتب عليها العنوان. دي بتبقى عباره عن ويدجت موجوده عندك على الهوم سكرين، بتكتب لها اسم مثلا وليكن اي اسم انت عايز تسميه. بعد كده بيقول لك ستارتنج مود، وهنا الميزه الجامده جدا ان انت تقدر تخلي في ويدجت بتفتح لك الكاميرا بمود معين انت بتحدده او بتختاره مسبقا، بحيث انت مش كل ما تحتاج تخش على المود ده تضطر تخش على الكاميرا وتغير من جوه تختار المود اللي انت عايزه. لا، انت دلوقتي تقدر تحدد مود معين، وليكن مثلا احنا نختار البورتريه مثلا، تمام، في الكاميرا الخلفيه. وبعد كده بيقول لك لو انت عايز سيف مثلا الصور اللي هتتاخد من جوه الويدجت ده في مكان معين، وبعد كده بيقول لك باك جراوند للويدجت ذات نفسها. ممكن مثلا ندوس كده ونختار سيلكت ايمج ونحط مثلا اي صوره احنا عايزينها، وليكن الصوره دي، وبعد كده بدوس سيف. ودلوقتي بقى عندي ويدجت للكاميرا مخصوص. ممكن اغير حجمها طبعا عادي، مفيش مشكله، اعلق عليها بعد كده اغير الحجم عادي زي ما انا عايز.
بس الفكره ان انا بمجرد ما هدوس على الويدجت دي دلوقتي هيفتح لي الكاميرا على المود اللي انا كنت مختاره، ودي طبعا ميزه بتخليك تنجز لو انت بتحب تصور حاجات بسرعه او بتصور بتستخدم مود معين كتير او كده. اضافه كمان نزلت في الابديت الجديد وهي حاجه اسمها ستوديو، موجود دلوقتي ابلكيشن من سامسونج ذات نفسها، عباره عن اديتور للفيديوهات. الاوبشنز اللي فيه مش كتيره، ولكن حاجه كويسه ان هو يبقى موجود على التليفون حاجه من الشركه على طول زي كده. هنكتب في السيرش ستوديو وهو بيظهر لك زي ما انت شايف كده ابلكيشن من سامسونج ذات نفسها، ممكن تعدل بقى فيه وتشتغل عليه على الفيديوهات. هو التعديل اللي فيه مش كتير، عباره عن قص واضافات حبه كلمات وحاجات كده، ولكن حاجه كويسه ان هو يكون موجود مع التليفون. حاجه كمان موجوده زي ما اتكلمنا وهي فكره ان انت تستخدم صباعين مع بعض، صبع بتعمل بيه هولد والصبع التاني بتحرك بيه. زي ما انت شايف كده انا دلوقتي خدت نسخه من الصوره اللي معايا دي، اقدر احطها في اي فولدر تاني عن طريق ان انا احرك بصبعي التاني واختار الفولدر مثلا اللي انا عايزه واسيبها في المكان اللي انا عايز احطها فيه. هنا ممكن تقول له نعمل كوبي او موف، عادي نعمل موف عادي، وبكده الصوره اتحطت في المكان اللي انا عايزه. نفس الفكره برضو لو انت بتستخدم الفولدرات من جوه الفايل اكسبلورر بتاع الموبايل، تقدر تسحب فولدرات وتحركها بنفس الطريقه. وتقريبا الموضوع ده بقى ليه اكتر من استخدام في السوفت وير لسه هنكتشفهم قدام، ولكن فكره ان انا استعمل صباعين مع بعض دي عجباني قوي بصراحه. حاجه كمان اتضافت في الواجهه الجديده وانا شايف بصراحه ان هي ميزه حلوه قوي، وهي حاجه اسمها اوتو بلوكر. بتنزل في الاعدادات، بتخش على سكيورتي اند برايفسي، وبعد كده بتخش تحت على حاجه اسمها اوتو بلوكر. دي ميزه باختصار بيقول لك ان انت دلوقتي التليفون ما بيثبتش ابلكيشنات من بره المصادر الرسميه اللي هي الجوجل بلاي او الجالاكسي ستور، بيعمل تشيك لكل ابلكيشن بيتثبت على التليفون، وبيعمل بلوك لاي محاوله تعديلات بتحصل من خلال اليو اس بي. طبعا انت تقدر تقفل الخيار ده عادي او تفعله المود ده، يعني الاوتو بلوكر ده، ولكن هو حاجه كويسه بتساعدك في ان انت تحافظ على جهازك وبتحميه اكتر يعني. فميزه كويسه ان هي يعني نزلت مع التليفون. كمان ممكن تخلي الموبايل اوتوماتيك يمنع الرسائل اللي بيكون فيها صور او حاجات ممكن تكون ملغمه من عن طريق الخيار ده، بس انا قافله علشان ممكن تجي لي حاجه مهمه والتليفون يتعامل معاها على اساس ان هي فيها فيروس، وممكن تكون هي سليمه وانا محتاجها. من المميزات اللي كانت عجباني قوي في الموبايل ده وهي فكره المالتي تاسكينج عموما. الموبايل ده انجح موبايل في العالم في المالتي تاسكينج. لو انت بتستخدم موبايل في كذا حاجه هيساعدك قوي. هتنزل لادفانسد فيوتشرز، كان موجود مميزات موجوده في اللابس هنا، كانت لسه مش حاجات رسميه نازله على السوفت وير، ولكن اتنقلت دلوقتي بقت جزء من السوفت وير عادي يعني. هتخش على المالتي ويندو وهنا هتلاقي عندك 3 خيارات. اول واحد فيهم اسمه سوايب فور سبليت سكرين، ده بيخليك اثناء ما انت فاتح اي ابلكيشن تقدر تعمل سوايب من تحت بصبعين، وساعتها بيقول لك لو انت عايز تفتح اي ابلكيشن تاني معاه مجرد ما بتدوس عليها كده بيفتح لك الابلكيشنين مع بعض. طبعا ده يساعدك لو انت محتاج تستخدم الابلكيشنين في نفس الوقت. تاني ميزه اسمها سوايب فور بوب اب فيو، ودي عباره عن ان انت لو شغال في ابلكيشن وعايز تصغر الشاشه عشان تستخدم اي حاجه تانية في التليفون، تقدر تسحب من الركن كده من الكورنر عادي خالص، وساعتها بينزل معاك الابلكيشن بالحجم اللي انت اخترته. طبعا عندك هنا في الاعدادات ان انت تختار تغير حجم المكان او المساحه اللي انت تقدر تسحب منها. انا سايبها كبيره شويه علشان اعرف في اي وقت ما اشدش النوتيفيكيشن بانل، ساعات ما عاوز اشدها كده اعرف اشدها. تالت حاجه اسمها فول سكرين ان سبليت فيو، دي بتخلي لك لما انت بتخش على السبليت فيو كده بيخلي لك الشاشه فول سكرين. يعني بص مثلا انا عملت بصبعين دلوقتي من تحت وفتحت سبليت فيو، ساعتها الشاشه بتبقى فول سكرين، مش موجود مثلا النوتيفيكيشن بار اللي بيبقى موجود فوق ده، كل حاجه بتختفي بحيث ان هو يدي لك اكبر مساحه تقدر تستفيد منها من الابلكيشنين مع بعض. حاجه كمان اتضافت وهي موجوده في الجاليري وهي طريقه التعديل على الصور. دلوقتي لو انت دخلت على اي صوره، كان الاول عندنا عادي بنعدل بتدوس على علامه الزرار، ولكن دلوقتي بقى في اضافات او اوبشنات ثانيه التليفون بيقترحها عليك بالاي اي علشان تعملها تعديل على الصوره على حسب ما هو شايف. لو رفعت لفوق كده هيظهر عندك هنا اضافات، حاجه اسمها ريماستر وحاجه اسمها اوبجكت اريزر. دي اضافات الموبايل بيقترحها عليك علشان تعمل ايديت للصوره. في بعض الاحيان بيقترح مثلا عليك ان انت تعمل بورتريه لو الصوره بتاعت شخص او كده، ومش عارف هو هنا مش بيقترحها ليه بصراحه لان الصوره اصلا بورتريه، بس بيكون موجود الاوبشن ده. فهو هنا الموبايل بيقترح عليك على طول الاعدادات اللي انت تقدر تعملها او التعديلات اللي انت ممكن تعملها على الصوره اوتوماتيك. حاجه قويه قوي موجوده في السوفت وير بتاع سامسونج برده الوان يو اي، وهي كانت موجوده برده في الفيرجن القديم اللي هو الوان يو اي 5، وهي المودز اند روتينز. دي باختصار حبه شورت كاتس انت بتجهزها او حبه اعدادات انت بتجهزها في شورت كات معين، مجرد ما بتفعله كل الاعدادات دي بتطبق. وعايز اقول لك ان الموضوع ده جامد قوي فوق ما انت تتصور، لان هو بتاكد زور حرفيا بتخلي الموبايل يعمل حاجات كتيره قوي انت عايز تعملها من غير ما توجع دماغك بيها. على سبيل المثال يعني عندي هنا في المودز حاجه اسمها سليب، انا معدل عليه. بمجرد ما بشغل المود ده، وعلى فكره انت ممكن تخليه يشتغل اوتوماتيك في حالات معينه لو انت عايزه يشتغل اوتوماتيك. انا عامله تيرن اون مانوالي، انا اللي بشغله وقت ما انا عايز. المود ده بيعمل ايه؟ المود ده بيشغل الدو نوت ديسترب مود، بيخلي الموبايل ما يرنش، بيخلي الرينج تون على رينج تون معين انا عايزها، بيخلي الصوت على ليفل صوت معين، بيشغل ايكون فور شيلد، بيشغل الدم بتاع الشاشه، بيخلي الشاشه ضغطها تقل، بيقفل بروتكت باتري، بيخلي البطاريه تشحن ل 100% يعني عشان انا بشغله وانا نايم، وبيقفل الفاست شارجنج. وحتى حاطط له كمان وول بيبرز معينه بحيث ان هي يبقى لونها غامق شويه بالليل، وانا قبل ما انام اشغله
عشان ما يوجعليش عيني وكده. كل دي اوبشنات بتتعمل بمجرد ما انا بسحب النوتيفيكيشن بانل كده والنوتيفيكيشن بار وبدوس على مودز. بعد كده بختار مود سليب. عامل برده مود تاني اسمه لو باور، حاطط فيه حبه اعدادات عشان تحافظ على البطاريه لو التليفون قرب يفصل مني شحن. نفس الكلام هنا، الروتينز بيشتغل بنفس الطريقه ولكن برده بيشتغل اوتوماتيك وبيعمل حبه اعدادات انت بتختارها. لو انت معاك موبايل سامسونج انصحك تبص على الموضوع ده لانه مفيد جدا فوق ما انت تتصور. حاجه كمان بتساعدني كتير وانا بستخدم التليفون وهي السايد بانل او السايد بار اللي موجود هنا ده. تقدر تخصصه زي ما انت عايز طبعا. هخش على الديسبلاي، بعد كده هنزل تحت هنلاقي حاجه اسمها ايدج بانلز، وهي دي باختصار البار اللي بيكون موجود عندك على يمين الشاشه او على شمالها في المكان اللي انت بتحطها فيه. مجرد ما بتسحب من اليمين كده بيطلع لك الاختصارات اللي انت حاططها. تقدر تغير بقى البانلز الموجوده عندك لان هو فيه اضافات كتير ممكن تنزل من جالاكسي ستور، او ممكن تغير شكله او لونه او مكانه او حجمه. تمام. هو باختصار يعني مفيد. افيد حاجه بالنسبه لي فيه ان انا ممكن في اي وقت وانا فاتح اي حاجه افتح اي ابلكيشن تاني معايا في نفس الوقت، وابلكيشن تالت برضه في نفس الوقت، ما عنديش مشكله. دي بالنسبه لي يعني ميزه قويه قوي. في حبه حاجات اساسيه برضه في ناس كتير ما بتاخدش بالها منها اثناء بتستخدم موبايلات، زي يعني ده موبايل غالي وفيه امكانيات عاليه فانت المفروض تستفيد بيها كلها. في ناس كتير ما بتاخدش بالها من موضوع مهم قوي وهو موضوع الريفريش ريت. اما تخش على السيتنجز بعد كده تخش على الديسبلاي هتلاقي حاجه عندك هنا اسمها موشن سموثنس. هنا بتكون على ادابتيف، دي معناها ان هي الشاشه شغاله من 120 هرتز ل 1 هرتز اوتوماتيك. لو خليتها ستاندرد وده اللي تكون جاي عليها اصلا بتكون الشاشه شغاله على 60 هرتز، وهنا انت مش بتستفيد بكامل سلاسه الشاشه ومش هتاخد افضل تجربه من الجهاز. لازم في الاجهزه اللي من النوعيه دي لازم تشغل اعلى تردد للشاشه عشان تستفيد من كامل قدرات الشاشه وتحس بالفرق، لان الفرق كبير فعلا ما بين ال 60 وال 120 هرتز. حاجه كمان برضو ناس كتير ما بتاخدش بالها منها وهي الفاست شارجنج. موبايل زي ده بيدعم سرعه شحن 45 واط، ولكن في الاوتوماتيك بيكون هو شغال على ال 25 واط عشان يعني يحمل البطاريه اكتر وكده. بتخش على باتري وبعد كده بتنزل لحاجه اسمها تشارجنج سيتنجز. بتلاقي هنا عندك حاجه اسمها الفاست شارجنج. بمجرد ما بتشغل الفاست شارجنج لو انت بتشحن بشاحن بيدعم 45 واط فالموبايل هياخد ال 45 واط كاملين، وما تخافش ده مش بيأثر على الموبايل ولا حاجه. في العادي بتكون هي مقفوله، انت شغلها علشان تخلي التليفون يشحن باسرع سرعه شحن ممكن. حاجه كمان بقى انا بدات استخدمها مؤخرا وهي الجود لوك. جود لوك ده سيم او ابلكيشن بينزل من على جالاكسي ستور، من خلاله بتقدر تعدل حاجات كتير جوه الموبايل. الجود لوك ده عموما ما بيشتغلش غير مع سامسونج، زي ما انت شايف في اضافات كتير ممكن اعدل عليها وحاجات بقى بيسمح لك ان انت تعدل في كل حاجه حرفيا في الجهاز بتاعك. ده ممكن نبقى نعمل عنه فيديو كامل، ولكن انصحك ان انت تنزله وتجرب تشوف ايه الحاجات اللي فيه. لو عجبك ممكن تلاقي في حاجات مثلا تظبط بيها انت بنفسك الموبايل بتاعك، ممكن تجربه تستخدمه عادي زي ما انت عايز. لو في حد عنده يعني حابب ان احنا نعمل فيديو عن الموضوع ده ممكن تقول في الكومنتات واحنا نعمل فيديو عن الموضوع ده. لو الفيديو ده جاب 1000 لايك هنعمل فيديو عن الجود لوك بالتفصيل ونتكلم فيه عن كل حاجه. بس يعني انت شد معايا كده عشان انت اتفرجت لحد دلوقتي فمعناه ان انت استفدت من اللي فات، فانزل اعمل لايك. الاسبوع الجاي ان شاء الله هيكون مراجعه تفصيليه للاس 23 الترا بعد فتره من الاستخدام، علشان بصراحه الموبايل ده جامد قوي. هو الفيديو مش هيبقى الاسبوع الجاي لان الاسبوع الجاي عندي امتحانات للاسف، الفيديو هيبقى الاسبوع اللي بعده. وكمان عندي شويه افكار لفيديوهات ممكن تتعمل بالموبايل ده هتفيدك قوي حتى لو انت معكش تليفون، بس هتتبسط وهتستمتع بيه. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب، ولو عندك اي سؤال او استفسار سيبولي في الكومنتات تحت وانا ان شاء الله هرد عليك. كان معاكم يوسف، اشوف وشكم على خير، مع السلامه.